مساء الخير. يا رب كل اللي هيسمع الفيديو ده معانا النهاردة يكون في أحسن حال. استكمالا لحلقاتنا عن موضوع النصيحة وإزاي نقدمها وإزاي نستقبلها وطبعا ممكن الناس تقولك هي ليه بتتكلم في الموضوع ده كتير أو ليه عاملة عنه كذا فيديو. زي ما قلت لكم في أول فيديو خالص إن الموضوع ابتدى يترتب عليه خراب بيوت ناس. يعني في ناس لما سمعت لآراء الناس اللي حواليها فعلا ضيعت نفسها. آم، ستات خسروا أزواجهم، وبالعكس رجالة خسروا زوجاتهم وكانوا ناس كويسين جدا وما يتعوضوش. ناس خسرت شغلها، ناس خسرت فلوسها. حاجات كتيرة جدا حصلت لما سمعنا الناس غير مؤهلين ان هم يدونا النصيحة، وكمان يعني ما عندهمش الخبرة الكافية اصلا للموضوع ده. فده كان سبب يخليني ان انا اعمل فيديو عن الموضوع ده. واتكلمت في تاني فيديو عن الناس القماصة اللي بتتقمص كتير قوي قوي لما يقولوا لك على نصيحة وانت تقول لهم طيب انا دي مش مناسبة ليا او عملتها، فيتقمصوا ويتهموك بقى ان انت حد ما بتتقبلش النصيحة وبتقفل الدنيا ومش عايز تحسن وضعك ومش عايز تحسن حالك ومش عايز تحل مشاكلك والكلام ده كله. هي في رسالة تانية بس النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة، ويا رب اقدر اقولها في اقل وقت ممكن وتوصل للناس بالشكل اللي انا نفسي توصل لهم بيه. غير ان انت ما تتقمصش لما يعني تقول لحد نصيحة وما يتقبلهاش او يفهمك بأي شكل ما ان هي غير مناسبة ليه. في حاجة تانية مهمة، يوم ما تقولها له انت تكون مستعد ان انت تحاسب على المشاريب معاه. هتكلم بصيغة بلدي شوية. بمعنى ايه؟ يعني حضرتك لما تكون بتحب شخص قوي للدرجة اللي انت خايف عليه وخايف على مصلحته وبتنصحه بقوة وبعنف ومصر انه ينفذ كلامك وشايف ان رأيك هو الصح، ولو ما عملش اللي انت بتقول عليه يبقى خلاص كده، يبقى هو ضيع نفسه وهو ضاع خلاص وان انت رأيك ده رأي منزل من السماء زي الكتب السماوية بالظبط. قبل بقى ما تعمل ده كله وقبل ما تحط في حساباتك الكلام ده، انت عندك استعداد ان انت تشيل خسارة الشخص ده لو خد بنصيحتك وطلعت غلط؟ مادام ما عندكش استعداد لكده، لو سمحت وفر نصيحتك لنفسك. لما اجي وخصوصا النصايح اللي بيترتب عليها قرارات مصيرية ومستقبلية. بمعنى مثلا في موقف ما مثلا حد كان ليه رأي مع ان ما طلبش رأيه، يعني ودي برضو بتبقى بلوة كبيرة برضو. ان مثلا ما تكملي دراسات عليا مثلا، اعملي دكتوراه، انت عاملة ماجستير اعملي دكتوراه. يعني نصيحة تحفة 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 وكتر خير اللي قالها. ويوم ما يكون عندي القدرة ان انا اعمل الحاجة دي اكيد مش هتأخر. بس هل حضرتك وانت بتنصح النصيحة دي عارف مصاريف الدكتوراه دي قد ايه؟ عارف الشخص ده معاه المصاريف دي ولا لأ؟ هل حضرتك عارف الوقت اللي المفروض يتفرغ فيه الشخص ده عشان يعمل الدكتوراه دي؟ هل حضرتك هتصرف عليه طول فترة الدراسة؟ طيب لو عمل الدكتوراه دي ومعرفش يستفيد بيها في التخصص ده ولا يشتغل بيها ولا يستخدمها ولا يستغلها، هل حضرتك هتعوضه عن السنين اللي ضيعها في حاجة ما استفادش بيها؟ هل حضرتك هتقوم بالمهام اللي هو فرغ نفسه منها وسابها وما عملهاش عشان خاطر يعمل الدكتوراه دي، فانت هتقوم بالشغل ده مكانه؟ ما دام انت مش هتعمل كده يبقى خلاص. الست اللي بتنصح واحدة ست او الراجل اللي بينصح اي حد راجل زيه او هنخلينا في مثال حد بينصح سيدة ما اتطلقي من جوزك انت ازاي معاشراه.
بدل ما يوعظها أو ينصحها بالنصيحة الحسنة يعني. سؤال دلوقتي حضرتك، لما هي تتطلق وتبقى لقب مطلقة حاصلة على طبق لقب مطلقة، حضرتك هتمشي تلم سمعتها اللي ممكن تتعرض لمشكلة كبيرة من بين الناس؟ حضرتك هتصرف عليها لو هي ما عندهاش مورد دخل؟ حضرتك هتصرف على ولادها لو هي اتعرضت لمشكلة وما عرفتش تاخد مصاريف أولادها من الزوج ده؟ حضرتك هتتحمل نتيجة طلاقها؟ لا. طيب، الراجل اللي بينصح راجل تاني سيب مراتك، هل حضرتك عندك عروسة ليه زي مراته الست المحترمة المهذبة اللي مستحملة القرف معاه؟ طب نرجع تاني للحتة بتاعت اللي بتنصح جوزها، بتنصح واحدة تطلقي من جوزك، هل حضرتك هتصرفي عليها لحد ما تلاقي زوج تاني؟ هل حضرتك هتتعهدي او حضرتك هتتعهد اللي بتنصحه بخراب بيوت الناس وسيبيه وسيبها وازاي تعيش مع واحدة زي دي وازاي تعيشي مع واحد زي ده؟ حضراتكم ضامنين ان انتوا هتلاقوا ازواج تانية للناس دي احسن من اللي معاهم ويعيشوا معاهم سعداء؟ انتوا ما عندكوش الضمان لأي حاجة. يبقى لما حتى تنصحوا النصيحة لا تتقمصوا انها ما بتتنفسش، ولا تنصحوا في القرارات المصيرية. اخرك لما تنصح حد، انصحه ان يستخير ربنا، انصحه ان هو يلجأ لربنا عشان ربنا يلهمه الحل والصواب الصح. لكن ما تنصحوش في قرارات مستقبل ممكن لو مشي وراك فيها يضيع، وانت مش ضامن لأي حاجة ولا هتحاسب معاه على المشاريب. انت مش هتحاسب على المشاريب، يبقى لو سمحت مادام مش هتدفع يبقى ما تديش النصيحة. مادام انا مش ناوية ادفع اكلك وغداكي معايا يبقى بلاش اعزمك. ما اقولكيش انا عازماكي على اكلة وانا مش ناوية احاسب عليها. نفس الموضوع في النصيحة، مادام حضرتك مش هتتحمل النتائج المترتبة على النصيحة دي يبقى شكرا، وفر نصيحتك لنفسك، وشكرا قوي وكتر ألف خيرك. وإن شاء الله لو تقدر تساعد بحاجة ساعد بيها لوجه الله، بلاش القمص واللوي وكمان فرض السيطرة بدون أي داعي وبدون خبرة وبدون ما تكون أنت هتتحمل نتيجة المشاكل أو نتيجة أي حاجة هتحصل بناء على الكلام اللي أنت بتقوله. ميرسي قوي لكل واحد سمعني للآخر، ويا رب الرسالة تكون وصلت وتكون واضحة. شكرا.